الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مهما اخضرت ستصفر ومهما كثرت أشجارها ستصبح صعيدا زلقا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أما جنة الآخرة فهي جنة زرعها الله جل جلاله بيده وجعلها قيعانا لعباده يزرعونها بألسنتهم ذكرا لله وبأيديهم جهادا في سبيل الله وإنفاقا في سبيل الله وبأعينهم دموعا من خشية الله ونظرا وتفكرا واعتبارا في خلق الله وبآذانهم استماعا لذكر الله وتدبرا لآيات الله وبأرجلهم سعيا إلى بيوت الله وسعيا أيضا في أرض الله من ابتغاء مرضات الله وكذلك بما تعمله بطونهم من أكل الحلال وترك الحرام وكذلك بإحصانهم فروجهم عن الحرام والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، والآية الأخرى عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض. أيضا طولها، هذه الجنة ذكر عرضها ولم يذكر طولها، بل ذكر الله جل جلاله درجات، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فبين أن العلم أساس التفاضل بين أهل الجنة، وأن أهل العلم أولهم الأنبياء، وأول الأنبياء الرسل، وأول الرسل أولو العزم، وأول أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلى أهل الجنة درجة، بل لا يوجد في الجنة أعلى من محمد صلى الله عليه وسلم درجة. فهذا النبي قبل دخول الجنة لا تدخل إلا بعد إذنه وأمره صلى الله عليه وسلم، وإذا دخلت فلا أعلى مرتبة منه. ولذلك لما أراد أن يبين علو درجة أهل الأخلاق قال عليه الصلاة والسلام في شأن علو درجاتهم، قال وأقربكم مني مجالس يوم القيامة حاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون يؤلفون. وقال في حديث آخر وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه. الجنة وردت في القرآن في مواطن كثيرة وبصيغ متعددة، وردت جنة، ووردت الجنة، ووردت جنة بالإضافة، جنات عدن، جنة عدن، جنة الخلد إلى غير ذلك، فنذكر ذلك بشيء من الاختصار. ذكر الجنة في القرآن قال تعالى لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، أصحاب الجنة هم الفائزون، فالجنة هنا مضاف إليها ما قبلها وهم أصحابها. وقد تأتي الجنة مضافة لما فيها، جنة الخلد، جنة المأوى لما فيها، فقد يضاف إليها وقد تضاف هي. ثم قد تأتي مفردة مضافة، وقد تأتي جمعا من غير إضافة، وقد تأتي جمعا بالإضافة، فذكرها جمعا من غير إضافة جنات تجري من تحتها الأنهار، وقد تكررت في القرآن جنات ونهر. أما جمعها بالإضافة ففي قوله تعالى جنات النعيم، وفي قوله تعالى جنات عدن يدخلونها، وأيضا في مواطن أخرى كثيرة. ومن أسماء الجنة بعد الجنة الدار، وهذه الدار ذكرت في القرآن في مواطن كثيرة، وذكرت الدار مفردة وذكرت الدار مضافة. أما ذكرها مفردة في قوله تعالى وإن الدار الآخرة، الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي قوله تعالى وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة، فهنا الدار مضافة إلى الآخرة لكنها معرفة بالألف واللام. وذكرت الدار مضافة من غير تعريف في قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم، دار السلام. وأضيفت الدار للسلام لأربعة أسباب. سبب الأول أن السلام هو الله،
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، فنسبت الدار له، دار السلام أي دار الله. وقيل إنها دار السلام أنها الدار التي يسلم فيها الله على عباده، سلام قولا من رب رحيم. وقيل دار السلام لأن الملائكة تسلم على من فيها، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبتم. وقيل دار السلام لأنها سلمت من الآفات وسلمت من المكاره التي لم تسلم منها الدنيا، فالحر لا يوجد فيها، لا يرون فيها شمسا، والبرد لا يوجد فيها، ولا زمهريرا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها السلامة من كل سوء، ليس فيها شيب وليس فيها عيب، ليس فيها نقص، أصحابها شباب لا يهرمون، ليس في الجنة شائب، وأصحابها أيضا لا ينامون، ليس في الجنة نوم ولا نعاس، وأصحابها لا يتمخطون ولا يبولون ولا يتغوطون، الجنة ليست فيها حمامات. واحد من الإخوة سمع هذه العبارة الجنة ليست فيها حمامات قال خلاص ما دبيها، كيف؟ لا يعلم أن أصحابها لا يتغوطون ولا يتمخطون، وإنما يأكلون ويشربون ثم يخرج ذلك عرقا يخرج منهم أطيب من ريح المسك، فهي دار السلام من كل هذه الأكدار التي في الدنيا، ليس فيها مني ولا مذي ولا ودي ولا بول ولا غائط ولا مخاط ولا نخاع ولا شيء من السوائل التي في عند هؤلاء البشر، أيضا ليس فيها حيض ولا نفاس ولا ولادة ولا شيء من الأشياء التي تعانيها النساء، فهي دار السلام، السلام من كل ذلك كله. أيضا منها دار المتقين، كما قال تعالى ولنعم دار المتقين، فكما نسبها الله لنفسه وهو السلام كذلك نسبها لعباده المتقين، فقال دار المتقين، وهذا كنسبة الصراط، قال تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وقال صراط الذين أنعمت عليهم، فالصراط ينسب لله وينسب لعباده، والجنة نسبت إلى الله وهو السلام، ونسبت أيضا لعباده دار المتقين. وأيضا دار المقامة، لهم دار المقامة، قال الذي أحلنا دار المقامة من فضله، فهذه الدار دار المقامة لأنها لا ارتحال عنها، بخلاف الدنيا فإنها دار ارتحال، يدخلها المرء ويخرج منها كما دخل، يدخلها قابض اليدين ويخرج منها باسط اليدين، يدخلها باكيا وإن أسلم وحسن إسلامه خرج منها ضاحكا، وإن لم يسلم ويحسن إسلامه ربما خرج منها باكيا كما دخل. أيضا من أسمائها دار الآخرة والدار الآخرة، وذلك لأن الدنيا هي الدار الأولى وتلك الآخرة هي الدار الآخرة بالنسبة للدنيا، ولذلك قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وقال والآخرة خير وأبقى، أما الدنيا فخيريتها محدودة وبقاؤها محدود، لا كما قال سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، متعتها محدودة، الرجل مع زوجته ساعة أو نصف ساعة، بينما في الجنة قبلة واحدة من رجل لزوجته ربما مكثت 80 عاما، وما بعد ذلك الله أعلم به. أيضا قد تأتي من أسماء الجنة الحسنى، من أسمائها الحسنى، أسمائها الجنة 1 2 الدار 3 الحسنى، من أسمائها كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى، فالحسنى هي الجنة، والله عز وجل قال أطلق عليها الحسنى، والحسنى صيغة مبالغة في الإحسان، ولذلك أطلق الله هذا الاسم على أسمائه، فقال ولله الأسماء الحسنى، فأسماؤه جل جلاله حسنى، والجنة كلها حسنى كأسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل جلاله هو الذي أعدها لعباده، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلو جاء كل منتقد العالم ونظروا في الجنة
لما وجدوا فيها أي انتقاد، بينما الدنيا لا يوجد فيها كمال مطلق لا انتقاد أو لا نقص فيه، فكل كامل فيها معرض للنقص، وكل شهوة فيها معرضة لما ينغصها، إلا الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. أيضا من أسمائها طوبى، وطوبى تطلق على الجنة كلها، وتطلق على شجرة واحدة في الجنة. هذه الشجرة أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، قال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ولم يقطعها، شجرة واحدة ظلها 100 سنة. وأيضا تطلق طوبى على الجنة كلها لقول الله عز وجل طوبى لهم وحسن مآب، أي الجنة لهم وحسن مآب. أيضا من أسمائها الواردة في القرآن المقام، وهذا المقام ورد مضافا، إن المتقين في مقام أمين. أيضا من أسمائها وصفاتها المقعد، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أين هي الجنة؟ الجنة فوق السماوات وتحت العرش، بدايتها من سدرة المنتهى ونهايتها عرش الله جل جلاله. قال الله جل جلاله عن سدرة المنتهى، قال سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. أما أعلى الجنة فسقفه عرش الرحمن جل جلاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وإن أهل الفردوس ليستنيرون بنور العرش. وفي قوله أعلى الجنة ووسط الجنة دلالة على أن الجنة على شكل مقبب، على شكل قبة، فالأعلى هو الوسط، لا يكون في شيء إلا القبة، يكون وسط وأعلى، فالفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة، ولذلك أعلى الجنة كالقبة العظيمة، كما أن هذا الكون كله مقبب، فالسماء قبة فوق الأرض، والسماء الثانية قبة فوق السماء الأولى، والثالثة قبة فوق الثانية، والرابعة قبة فوق الثالثة، والسادسة قبة فوق ذلك، والسدرة قبة فوق ذلك، والجنة مقببة وأعلاها ووسطها الفردوس، فهو أعلاها من حيث العلو وهو وسطها أيضا في نفس الوقت. الفردوس ما أعلاه، الفردوس ليس جنة واحدة، الفردوس جنان، والدليل على أنه ليس جنة واحدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة رضي الله عنها صاحبة فلذة كبدها عمارة الولد حارثة ولدها الوحيد، فبعثته مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وهذا الولد قبل قيام المعركة شعر بالعطش، فذهب في جنح الظلام إلى الماء يريد أن يشرب، وكان على الماء حرس من المسلمين، فرمى أحد الحرس هؤلاء حارثة وهو لا يعلمه بسهم فقتله قبل قيام المعركة، بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قامت المعركة بعد ذلك، وعاد الناس منتصرون إلى المدينة، فجاءت أم حارثة تبحث عن ابنها، نظرت في وجوه الرجال، نظرت فلم تجد ابنها، فسألت أين ابني؟ فقال لها أحدهم قتل. قالت بخ له الجنة، فقال لا أدري، لقد قتل قبل المعركة وقتله رجل من المسلمين. قالت دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هو ذاك، فأتت إليه قالت يا رسول الله أخبرني الساعة عن ابني حارثة، أفي الجنة هو أم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة أهبلت أجننت؟ أو جنة واحدة؟ بل جنان، وإن ولدك أصاب الفردوس الأعلى منها. فقوله صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى دل على أن الفردوس درجات، وأن الأعلى منه مكان الشهداء، وقد وصله حارثة أي هو شهيد في أعلى الجنة مع أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وهم الرفيق الأعلى الذي قال
قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فكان يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. الفردوس أعلاه يسمى الغرف، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أهل الفردوس ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون النجم الغابر في أفق السماء. النجم الغابر في أفق السماء ينظر إليه أهل الفردوس، هذا صاحب الغرفة، ولذلك أصحاب الغرف أعلى من أصحاب الفردوس، وأعلى من أصحاب الغرف أصحاب المقامات، والمقامات أعلى من الغرف. وأعظم تلك المقامات مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود، وفيه قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأيضا هنالك مقام أيضا عن يمين المحمود وآخر عن يساره، وهذا المقام يسمى الوسيلة، والآخر يسمى الفضيلة، وهما درجتان من أعلى درجات الجنة، ليس فوقهما إلا المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله هذين لامرأتين من المسلمين قبل الإسلام، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الوسيلة فمقام لآسية بنت مزاحم التي دعت ربها، قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فبنى الله لها الوسيلة، درجة في الجنة بنيت لآسية، وذلك لأن آسية عملت وسيلة، هذه الوسيلة نالت بها هذا المقام، فسمي المقام على الفعل مقام الوسيلة. ماذا فعلت آسية؟ قالت كلمة: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فكانت حاجزا عن قتل موسى في صغره، وربت موسى حتى كبر، ثم آمنت به، ثم قتلت شهيدة في سبيل الله لأنها آمنت بموسى وصدقته. فكانت هذه المرأة التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، كانت في الدنيا زوجة لفرعون أو امرأة لفرعون ولا يطلق عليها زوجة، أما في الآخرة فهي زوجة لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الوسيلة له، والوسيلة جنتها. آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة وما فيها، إذن الوسيلة وفيها آسية، والفضيلة وما فيها. ويا ترى من هي الفضيلة ولمن الفضيلة؟ أما الفضيلة فهو المقام الثالث بعد المقام المحمود وبعد الوسيلة، وهو لامرأة أخرى اسمها مريم ابنة عمران. ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ لقد قدمت فضيلة بين الفضائل التي أحصنت فرجها. هنا الأخلاق، وهنا العمل، الجهاد وسيلة، وهذه الأخلاق فضيلة، والفضائل والوسائل هما سر الوصول إلى أعلى درجات الجنة. ولا يتفاوت الناس إلا في فضائلهم ووسائلهم، وابتغوا إليه الوسيلة أعمال صالحة، وابتغوا أيضا الفضيلة أخلاق حسنة، وبالوسائل والفضائل يعلو الناس يوم القيامة. ولهذا كانت الفضيلة لمريم، ومريم لم تتزوج في الدنيا وستتزوج في الآخرة. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فماذا قالت الملائكة؟ ماذا قالت لها الملائكة قبل حملها؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فإذا كانت مصطفاة على نساء العالمين فيجب أن تكون زوجة لرجل مصطفى على رجال العالمين. وهل المصطفاة إلا للمصطفى صلى الله على المصطفى وآله. ما بعد تلك المقامات تأتي الغرف، وأعلى تلك الغرف غرف الرسل ومقاماتهم. إبراهيم عليه السلام هو الدرجة الثانية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام هو الدرجة الثالثة بعد محمد، يعني بعد إبراهيم. عيسى عليه السلام ونوح في درجة واحدة، ثم بعد ذلك الرسل،
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا البعض الذي رفع فوق الرسل درجات، أو كما قال. هذا أعلى الجنة، هذا كله يطلق عليه فردوس. فإذا نزلت بعد ذلك تأتيك الغرف، ومن أعظمها وأشهرها وأنورها مقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا المقام ذكر في القرآن في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا أبو بكر رضي الله عنه، وهو أول من ينادى باسمه بعد محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، أول من ينادى باسمه. يقول النبي صلى الله يقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أو ينادى باسم الرجل من سائر أبواب الجنة؟ قال نعم وأنت منهم. وهنالك أيضا مقامات الصحابة الكرام، وهي في أعلى درجات الجنة، لأن الصحابة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهم أصحابه في الآخرة، ولذلك ذكرهم الله بصيغة المعية، فقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه هم معه في الدنيا وهم معه في الآخرة. وقسمهم القرآن إلى قسمين، القسم الأول المهاجرون والقسم الثاني الأنصار، وتاب عليهم جميعا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بإحسان، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الجنة هل دخلها أحد؟ نعم، دخلها آدم وحواء وخرجوا منها. والجنة التي كان فيها آدم وحواء هي الجنة التي وعد المتقون. وما يقوله بعض الكتاب أنها جنة في اليمن، وأنها جنة عدن بمعنى عدن في اليمن، أو أنها جنة خلقت بين السماء والأرض، فهذا كذب. هي الجنة التي وعد المتقون، وهي الجنة التي فوق السماء. والدليل على ذلك قوله تعالى اهبطوا منها جميعا، والهبوط سقوط من أعلى. وقول الله عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هذه صفات الجنة. وأيضا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، والشمس الشمس هي الشمس التي في الدنيا، والزمهرير هو القمر، والشمس والقمر بحسبان خاصان بالدنيا، فإذا قامت الساعة جمع الشمس والقمر، والجنة لا شمس ولا قمر. أيضا من الذين دخلوا الجنة صاحب ياسين، صاحب قصة ياسين، رجل اسمه حبيب النجار، أول من آمن بهؤلاء الرسل الثلاث رسل أنطاكية. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. أعلن إيمانه بعدما كان يكتمه فقتلوه، فلما قتلوه قال الله قيل ادخل الجنة، قال الله له ادخل الجنة، ودخل الجنة وهو الآن في الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أيضا من الذين يدخلون الجنة الشهداء، الشهداء يدخلون الجنة كما قال تعالى في شأن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء وين؟ عند ربهم يرزقون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسبح وتسرح بهم في الجنة، أو كما قال. هل في الدنيا شيء مما في الجنة؟ نعم، عندنا الآن في الدنيا شيء أصله من الجنة. أولا الحجر الأسود في الكعبة، هذا من الجنة، نزل مع آدم عليه السلام وكان أبيض يشع نورا، فاسود من سيئات وذنوب الناس فأصبح يطلق عليه الحجر الأسود، وهو من الجنة. أيضا من الأشياء التي هي من الجنة نهر النيل ونهر الفرات، نهران قيل إنهما من الجنة في الأثر وفيهما بركة. وأيضا
من الأشياء التي نزلت من الجنة الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه الصلاة والسلام وفديناه بذبح عظيم، قيل نزل ذلك الكبش من الجنة. الطريق إلى الجنة. الجنة طريقها الدعوة. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ولذلك أسرع طريق للجنة الدعوة إلى الله. ومن أراد أن يكون من أهل الجنة فليكن داعيا إلى الله عز وجل، لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الجنة طريقها واحد، طريقها واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الطريق بدايته كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونهايته كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإيمان 70 شعبة، أوله لا إله إلا الله، وآخره لا إله إلا الله، أعلاه كلمة لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. الأعمال الموجبة للجنة. هنالك أعمال كثيرة موجبة للجنة، منها أولا الإيمان، إن الذين آمنوا رقم 1 وعملوا الصالحات رقم 2 كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلى غير ذلك. 2 الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأجرهم الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أيضا الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي؟ تؤمنون بالله ورسله وتجاهدون في سبيل الله. نعم، الإيمان والجهاد. وأيضا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ماذا يفعلون؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نعم. أيضا التوبة من الأعمال الموصلة للجنة، التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الصلاة والزكاة والأعمال الصالحة جميعا من أسباب دخول الجنة. تزكية النفس بالأعمال الصالحة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك جزاء من تزكى، من زكى نفسه بالأعمال الصالحة. التواضع كما قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. التوكل على الله إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. أيضا أهل الجنة خصهم الله سبحانه وتعالى بميزة، وهي نزع الغل من صدورهم. فقال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي كل شيء في القلب كان في الدنيا غل، حسد، مشاكل، بغضاء، هذا كله ينزع عند باب الجنة، فيدخل الرجل وخصمه في الدنيا وإذا بهم وليس بينهم شيء. فمن طلق زوجته وخاصمها ودخل معها محاكم وهي مسلمة وهو مسلم
فهي تدخل الجنة وهو يدخل الجنة، لكن هل سيكون زوج لها أم لا؟ قيل إذا كان الرجل مات عن زوجته ولم يطلقها فهي زوجته إذا لم تتزوج بعده، فإذا تزوجت بعده وتزوجت بعد ذلك خيرت بين أزواجها فتختار أحسنهم خلقا. أما إذا طلقها في الدنيا ومات عنها وماتت فإنها يوم القيامة تخير أيضا بين الرجال، ويكون حكمها حكم من دخلت الدنيا ولم تتزوج وهي مسلمة. فأيما امرأة دخلت الدنيا ولم تتزوج ثم ماتت فإنها يوم القيامة تخير بين رجال درجتها. طيب، ومن دخل الدنيا ولم يتزوج خير أيضا بين النساء التي لم يتزوجن أو التي طلقن من نساء الدنيا، وله من الحور العين أيضا ما له. الجنة لا مثيل لها ولا وصف لها، ولهذا قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والجنة إذا ما وصف لنا في القرآن منها هو أدنى ما فيها. الفرش ما الذي وصف منها؟ بطائنها الأسفل. لو أتيت إلى أكبر قصر في الدنيا وقلبت الكنبة ونظرت إلى أسفل إيش تجد؟ خرقة بيضاء أو سوداء ليس فيها من الجمال شيء. هذا الذي وصف من الجنة. بطائنها يعني أسفل الفرش من استبرق. طيب، ظاهرها لا يعلم، بطائنها من استبرق. أيضا لم يوصف فيها إلا أدنى ما فيها، ولهذا استدل العلماء على أن نساء الدنيا أفضل من الحور العين، لأن الحور العين وصف عليهم ولدان مخلدون، وهم الذين ولدوا هم الذين خلقوا في الجنة ولم يدخلوا الدنيا البتة، حتى يبقى ولدان دخلوا الدنيا وهم الفرط الذين ماتوا صغارا، هؤلاء لا وصف لهم، وسيبقون ولدانا أيضا في الجنة. لكن هؤلاء لم يوصفوا، وهو الذي يموت صغيرا الذي يسقط بعد نفخ الروح فيه، هؤلاء ولدان مخلدون لكن ليس لهم مثيل، ليسوا كأمثال اللؤلؤ المكنون، لأن أولئك ولدان الخدم الذين يخدمونك في الجنة. أما هؤلاء ولدانك فهم مكرمون معك في الجنة وملحقون، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وصلنا بفضل الله إلى القنطرة. ما هي القنطرة؟ القنطرة هو المكان المتسع للناس عند باب الجنة بعد الصراط وقبل دخول الجنة. فإذا نصب الصراط على جهنم بدأ الناس يعبرون زمرا فوق الصراط، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الزمرة الأولى كالبرق الخاطف، الزمرة الثانية كالريح المرسلة، الزمرة الثالثة كالجواد من الخيل المسرع، كالمسرع من الإبل، بعده الرابعة كالرجل يجري، الرجل يشتد، الرجل يهرول، هكذا حتى تأتي آخر زمرة، وهي آخر زمرة تدخل الجنة تحبو حبوا. كل هؤلاء يحصرون في مكان اسمه القنطرة ويصطفون، وفي القنطرة 120 صف، كل الناس كل أهل الجنة يصطفون عند أبواب الجنة 120 صفا. يجي الصف الأول سابقون السابقون درجة أولى، الصف الثاني سابقون، الثالث سابقون، الرابع، الخامس، وهم صفوف. ثم تأتي بعد ذلك أصحاب اليمين وهم أكثر من السابقين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم أصحاب اليمين وهم المقتصدون، صفوف أكثر من ذلك. ثم آخر صفوف أهل الجنة الظالمون لأنفسهم الذين يأتوا هرولة، يأتون حبوا. ما الذي أخره؟ من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أخرته نظرة لامرأة لا تحل، أخرته كلمة في غيبة أو نميمة، أخره ذنب ارتكبه ومات ولم يتب، فهذه الذنوب تؤخر أصحابها عن التقدم. لمن شاء منكم أن يتقدم فيكون سابق، أو يتأخر فيكون ظالم لنفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أبواب الجنة بعد القنطرة أبواب الجنة. الباب الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب،
وفي رواية ما بين المصراعين يعني البابين من أبواب الجنة كما بين المدينة وصنعاء، لكن الصحيح القول الأول كما بين المشرق والمغرب، لأن عرضها السماوات والأرض، فالمشرق والمغرب هذا خاص بالأرض، مشرق الشمس ومغربها، وهذا عرض الباب الواحد، ويأتي عليه وقت يزدحم من كثرة الناس. نعم. أبوابها كم؟ ذكر الله الأبواب في قوله تعالى: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وتنقسم أبواب الجنة إلى 3 أقسام: الأبواب الخارجية، الأبواب العامة للجنة 8، وهي الأبواب الخارجية، هذه أبواب الجنة عموما، وهذه الأبواب مقسمة على حسب الأعمال، منها باب الريان خاص بمن؟ صائمون، ومنها باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها باب الصلاة لمن أقاموا الصلاة، ومنها باب الجهاد للمجاهدين في سبيل الله يدخل منها الجهاد، ومنها أيضا باب البر أو بابي البر. البر له بابان: باب يسمى باب الوالد بر الوالد، وباب آخر يسمى باب الوالدة بر الوالدة، وهذان البابان في وسط الجنة، عن يمينه 3 أبواب وعن يساره 3 أبواب، والباب الأوسط بين البابين هو باب البر المطلق، وهذا الباب البر المطلق خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا كم باب؟ باب الريان 1، باب الصلاة، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب الجهاد، باب البر 1، باب البر 2، باب البر 3 الأوسط الخاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك باب آخر لعمل آخر نسيته. المهم 8 أبواب لأعمال رتبت على الأعمال. قال أبو بكر: يا رسول الله، ويدخل الرجل من سائر أبواب الجنة؟ قال: نعم وأنت منهم. هذا الباب إذا وصلت إليه ماذا تجد؟ قبل لا تخرج من الدنيا ترى هذا الباب بعينك، الباب الذي تدخل منه الجنة تراه، وترى جنتك، الجنة تأتيك عند الباب، عند باب الجنة، هي نفسها تجري، يعني نفس القصر، نفس الجنة التي أعدت لك تستقبلك عند الباب. حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ولدان مخلدون كأنهم لؤلؤا منثورا، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، والملائكة الخاصة لاستقبالك، فتجد الباب قد فتح لك وتدخل على جنتك مباشرة، ثم جنتك تسير بك إلى المكان الذي يعد لك فيها، وهذا المكان لا ترى فيه كل ما ترى فيه هو لك، لهم فيها ما يدعون، أي شيء تراه بعينك تراه لك، بخلاف الدنيا تمشي وترى بيت فلان وقصر فلان، لكن الجنة لا ترى فيها إلا ما هو لك عند دخول جنتك. فإذا خرجت من جنتك لا تخرج إلى أعلى، وإنما تخرج إلى أسفل، لذلك أهل الجنة الأعلى يزور الأدنى، والأدنى أدنى ما عنده لا تريده، مثل إنسان يسكن في قصر ثم زار حي من الأحياء الفقيرة، هل فيهم شيء يعجبه؟ طبعا لا، وهذا من حكمة الله. فمن أراد أن يزور محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يحصل؟ ينزل محمد صلى الله عليه وسلم إليه، فهو يتخيل يقول أنا الرسول يأتيني. ولذلك أكثر أهل الجنة حظا بالزيارات أدناهم، وهو الذي يجتمع عليه للجنة، وهو آخر من يدخل الجنة، وهو حديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته، قال: آخر من يخرج من النار رجل يشوى في النار، ثم يخرج فحم قد احترق ويوضع على باب النار، ثم توصد النار بعد ما يخرج. فإذا أوصدت هذا الرجل يرى عنه أنعم عليه نعمة ما قبلها ولا بعدها، الناس يعذبون هو طالع برا، فبعد ما يمكث ما شاء الله يرى شجرة تحتها ظل وماء، أو شجرتين بينهما ظل وماء، فيقول: ربي أوصلني تلك الشجرة أو تلك الشجرتين أستظل بظلها وأشرب من مائها وأبعد عن النار، ولا أسألك إلا هذا. فيقول الله: لا عبدي، تعطيني العهود والمواثيق ما تسألني إلا هذا؟ قال: أعطيك العهود والمواثيق لا أسألك إلا هذا. فيقول الله للملائكة: خذوه حطوه عند الشجرتين هذه، فيأخذوا الملائكة يحطوه عند الشجرتين، ينبسط
بعيد عن النار وعنده شجرتين وعنده ماء. فبينما هو جالس شوي يشوف الجنة. معقول هذه الجنة أنهار وأشجار ونعيم وأنوار وشيء، يقول يا رب ما أسألك تدخلني الجنة، لكن حطني عند الباب مثل ما كنت عند باب النار، خليني عند باب الجنة. فيقول الله الملائكة يحطوه عند الباب. الآن وصل باب الجنة والباب مغلق. يقول ربي دخلني الباب من الداخل بس. يفتح وندخل عند الباب، ما أدخل جوا، عند الباب من الداخل. فيضحك الله سبحانه وتعالى منه، يقول عبدي ما أغدرك، ألم تعطيني العهود والمواثيق لا تسألني إلا هذا؟ قال بلى يا رب، ولكن لا صبر لي، ما نقدر نصبر وأنا شايف الجنة. فيقول الله له عبدي أترضى بملكي أن أعطيك في الجنة، ندخلك الجنة ونعطيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت. قال عبدي أترضى أن أدخلك الجنة وأعطيك مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا؟ قال أي ربي رضيت. قال عبدي أترضى أن أدخلك وأعطيك مثل الدنيا كلها منذ خلقت إلى قيام الساعة، كل الدنيا يملكها واحد؟ قال عبدي ربي رضيت. قال له لك ذلك ومثله 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 وعشرات أمثاله. كم صار الدنيا؟ كم مرة ملك الدنيا ومثله ومثله، هذا كم صار؟ وعشرات أمثال. عشرات نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، شوف حددها كم مرة؟ عشرات إلى ما لا حد. هذا أدنى واحد في الجنة، أما أعلى واحد فهذا لا يعلم ما عنده إلا الله سبحانه وتعالى. أبواب الجنة 8، وستفتح 8 ويدخل أهل الجنة الجنة. لكن هل يمكن لواحد يجد اسمه في كل أبواب؟ صام وقالوا أهل الريان فلان من فلان، وصلى والصلاة ينادى باسمه، وتصدق وينادى لهم باب الصدقة، وبار بوالديه وباب الوالد والوالدة وينادى فلان تعالى، كل الأبواب ينادى باسمه. نعم، وعندئذ يختار. الجنة درجات، كم فيها من درجة؟ درجات الجنة لا يعلمها إلا الله. وقيل إن درجات الجنة على قدر حروف القرآن. والقرآن كم حرف فيه؟ كم حرف؟ كم آية؟ قيل على عدد آيات القرآن، وقيل على عدد حروف القرآن، كل حرف درجة، وقيل كل آية درجة. أما الحديث إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، المجاهدين فقط لهم 100 درجة في الجنة. الدرجة والدرجة بينهما كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. إذا كان المجاهدون 100 درجة، أولو العلم أعلى من المجاهدين، الأنبياء أعلى من أولو العلم، الرسل أعلى من الأنبياء، وأولئك فضل الله بعضهم على بعض درجات. طيب، ما الذي يرفع الدرجات؟ فيش اسمه رفع الدرجة. إذا بغيت تحجز في درجة أولى، درجة رجال الأعمال، درجة سياحية، هذا في الطيارة. طيب تبي تحجز في الجنة، أعلى درجة في الجنة ما هي؟ الفردوس، والفردوس درجات. طيب كيف توصل للفردوس؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، ما قال جنة، جنات، إذن هو أكثر من جنة، جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ما يبغى يروح منها لأن أحسن شيء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فيقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، كررها 3. مساكن الجنة، خلنا نشوف البنيان، عمران الجنة كيف. الجنة تنقسم إلى 4 أقسام. البنيان، بنيان أهل الجنة على 4 أصناف. جنة ذهب من ذهب كلها، بيوتها ذهب، معالق ذهب، سكاكين ذهب، كل شيء فيها ذهب، كل ما فيها، آنيتها من ذهب وبيوتها من ذهب وقصورها ذهب، هذه جنة. وجنة ثانية من ذهب لكنها دونها، جنتان من ذهب، وجنتان من فضة، وجنتان لبنة من ذهب ولبنة من فضة. والناس كم قسم؟ 3 أقسام. قسم سابقون السابقون، هؤلاء أولئك المقربون في جنات النعيم، هذا أعلى شيء.
قسم ثاني أصحاب اليمين، سلام لك من أصحاب اليمين، وسط. القسم الثالث ومنهم ظالم لنفسه. هؤلاء جميعا يدخلون الجنة، جنات عدن يدخلونها. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن هذا الواو الذي ورد في قول يدخلونها أنه أحب حرف للمؤمنين، لأنه لو لم يأتي لما دخل الظالمون الجنة، فدخلوا في عموم الداخلين للجنة، وكلنا ظالم لنفسه. أيضا أنهار الجنة. الجنة كم نهر فيها؟ ايش رأيكم؟ كم فيها من نهر؟ فيها 4 أنهار متعددة عند كل واحد، كل واحد عنده 4 أنهار ملك له. نهر من ماء غير آسن، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، ونهر من خمر لذة للشاربين، ونهر من عسل مصفى. العسل عندنا هنا بالكيلو والعلبة، والخمر محرم قارورة، واللبن بالقوارير هنا في الدنيا. لكن في الجنة ما في حلب، ما في ناقة تحلب ولا بقرة تحلب ولا شاة تحلب، إنما اللبن نهر يجري، والخمر لا يعصر وإنما هو نهر يجري، والعسل لا يخرج من نحل إنما هو نهر يجري. وإذا أراد العبد أن يشرب مزج له من هذا مزيجا يشربه، ثم يضاف عليه شيء من العيون العالية، سواء كان من عين التسنيم، وهذه خاصة بالمقربين، مزاجها كافورا والله مزاجها زنجبيلا، فتمزج على حسب الذوق. وكل كاس يشربه صاحب الجنة في آخره مسك، ختامه مسك، أول ما تشرب تهب عليك رائحة المسك بعد النهاية. فإذا رجعته الغلمان الولدان المخلدون بأكواب، مجموعة أكواب، أصحاب أكواب، كل واحد ولد مع كوب. الثانيين ولدان بأباريق، كل واحد معها بريق، بأكواب وأباريق. أما الطائفة الثالثة أصحاب كأس المعين أجمل، الذين هذا عنده الإبريق يصب، الثاني قدم الكوب، الثالث يأخذ الكأس فيقدمها لك أنت وزوجتك، كأس واحدة بينكما يتنازعون فيها كأسا، تشرب أنت وتشرب هي. أعلى نوع من الرومانسية. من قلة الكؤوس في الجنة كثيرة، لكنها جنة من أجل أن تتمتع، من أجل أن ترتاح، من أجل أن تنبسط. هذه أنهارها. أفضل نهر وأعلى نهر هو نهر الكوثر. لمن؟ إنا أعطيناك الكوثر، هو نهر يتفجر من تحت عرش الرحمن، من ساق العرش، يعم الجنة كلها، ويخرج خارج الجنة، ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم خارج الجنة في المحشر. فإذا انتهى الناس أغلق الباب ودخل الجنة، بقي هذا النهر للنبي صلى الله عليه وسلم يوجهه حيث شاء. روح يا نهر الكوثر لفلان، وروح لفلان، فيوجهه النبي صلى الله عليه وسلم ويطيع أمره. الجنة كل شيء فيه يتكلم، الباب يتكلم، الكأس يتكلم، الدابة تتكلم، السرير يتكلم، كل شيء في الجنة ينطق ويتكلم ويسلم عليك. تأخذ فاكهة تقول لك السلام عليك يا عبد الله يا ولي الله، وأنت تأكلها، وإذا انتهيت من أكلها رجعت كما كانت. والشاة والإبل والبقر والغنم كل شيء في الجنة يطير، حتى الناس تطير في الجنة. الله عز وجل يقول ولحم طير مما يشتهون. طير النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، فعمت كلمة طير الإبل لأنها تطير، والغنم تطير، وكل ما يؤكل في الجنة يطير، والإنسان نفسه يطير. جعفر الطيار له أجنحة يطير، وأهل القرآن يطيرون في الجنة. اقرأ ورقة يلا طير فوق، فإن منزلتك عند آخر آية، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هذه أنهار الجنة. أما عيون الجنة فعيون الجنة تنقسم إلى قسمين: عيون محددة بأسماء، وعيون مطلقة. أما العيون المطلقة قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون لا حد لها ولا حصر. وقال تعالى فيها عين جارية، وقال فيهما عينان تجريان، وقال فيهما عينان نضاختان. هذه أوصاف
أما 3 عيون مخصصة ومسمات: عين الكافور، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عين السلسبيل، عينا فيها تسمى سلسبيلا. عين التسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. أشجار الجنة، الجنة فيها أنواع لذا، فيها أنواع كثيرة من الأشجار، بل كل شجرة مثمرة موجودة في الجنة. وفي الجنة أشجار ليست في الدنيا، مما ذكره لنا السدر، سدر مخضود، الطلح وطلح منضود، وأيضا النخل وغيره من الأشجار التي في الجنة لا يعلمها إلا الله. لكن فرق بين شجر الدنيا وشجر الجنة أن شجر الجنة ليس له ساق. شجر الدنيا له ساق وفروع، لكن الجنة لا، كلها أفنان. تجي قدامك أفنان نخيل معناته جايك رطب، تمشي يجيك أشجار ثانية معناته جايك شيء آخر، وهكذا كالسحب فوق الناس. ولهذا قال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. هذا كله من فوق، يمر عليك استعراض، تبغى رطب، تبغى فاكهة، تبغى كذا، فيمر شيء تبغاه ينزل لك وتاخذه ويعبر، وهكذا على مدى الزمن، لا مقطوعة ولا ممنوعة. أهل الجنة، الجنة أكثر أهلها الرجال والفقراء، وأقل أهلها النساء. كن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعنة الدعاء على النفس والأولاد إذا غضبت، وتكفرن العشير الزوج. لو أحسن الرجل إلى إحداكن الدهر كله ثم رأت منه شيئا واحدا قالت ما رأيت فيك خيرا قط، ما فيك خير، أنت أصلا ما فيك خير، ويكون هو كل خير فيه. هكذا قل النساء في الجنة بسبب ألسنتهن، وكثر الرجال في الجنة بسبب الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر على المرأة ولسانها وتعبها، والصبر على الأولاد، والصبر على الطاعة على العبادة، وصبر على المعصية، وصبر على القضاء والقدر إلى غير ذلك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النساء في الجنة أنواع، يمكن نقسمهم إلى 4 أقسام. القسم الأول سيدات نساء الجنة، وهن أمهات المؤمنين الدرجة الأولى، وعلى رأسهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثم آسية ومريم ابنة عمران وفاطمة الزهراء، الكاملات من غير أمهات المؤمنين في الدنيا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: آسية بنت مزاحم، مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة فنالت السيادة وعلى نساء أهل الجنة عموما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة قال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ نعم، فأعطاها هذا. وابنيها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم. وأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. والجنة فيها مسألة الإلحاق، هذه تحتاج إلى نوع من التوضيح. لما ذكرنا أن الجنة درجات، وأسرة كانت في الدنيا أعمالها متفاوتة، المرأة صالحة تبات قائمة الليل وكذا، والرجل غير صالح لا يصلي من الليل وقليل الذكر، وهي ما شاء الله وصلت الفردوس وهو تحت، أو هو وصل الفردوس وهي تحت. والولد الجنة الثانية وذاك الثالث في الجنة، في شيء اسمه الإلحاق: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ينظر الله عز وجل هذه الأسرة، وأعلى واحد فيها ذكر كان والله أنثى يلحق به البقية. والذرية في القرآن تطلق على الآباء والأبناء والزوجات. الدليل على إطلاق الذرية على الآباء قول الله جل جلاله: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم نوح ومن معه في الفلك المشحون. فنوح أب ومن معه آباء بالنسبة لنا، فأطلقت الذرية على الآباء والأمهات وإن علوا، كما أطلقت الذرية على الأبناء والزوجات، لقول إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وقد أسكن زوجته هاجر وابنه إسماعيل. نعم.
أيضا القسم الثاني من النساء هن نساء الدنيا إذا دخلوا الجنة، هذا بعد سيدات أهل الجنة. القسم الثالث الحور العين. القسم الرابع الوصيفات وهم دون الحور العين. طيب، عمل أهل الجنة، شغل أهل الجنة. أهل الجنة مشغولين مو فاضين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إيش رأيكم؟ وإيش شغلهم؟ سئل ابن عباس رضي الله عنه، قيل له ما شغل أهل الجنة؟ قال فض البكارة، يعني كل امرأة في الجنة تعود بكرا فيرجع زوجها فيعيدها ذيبا، ثم تعود بكرا ثم يرجع فيعيدها ذيبا، وهكذا شغل دائم، وظيفة وفيها زيادة بعد علم. طيب، أهل الجنة حالهم بعد دخول الجنة. الله عز وجل جعل خاصية لأهل الجنة بعد دخول الجنة، وهي حال الميراث. كيف حال الميراث؟ الدنيا فيها ميراث والجنة فيها ميراث. ميراث الدنيا إذا مات واحد وترك فلوس والله عقار، يجوا أولاده يقول ورثة ميراث، نوزع ميراث. كذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فتح باب الميراث، فيرث المسلم في الجنة الكافر. إن قال لي يلا باقي فيه جنات ما في أحد، وين راحوا أهلها؟ راحوا النار. الآن تورثوها أنتم، فلان لك 10 جنات، وفلان لك 100 جنة، وفلان لك 50، وفلان لك 2، على حسب إيمانهم وقربهم من الله. كلما زاد ميراثه من الجنات التي كانت أصلا للكفار الذين ذهبوا إلى النار، وبقيت جناتهم التي خلقت لهم فاضية ما في أحد، لأن الله عز وجل خلق الجنان على قدر البشر، وقيل على قدر الإنس والجن معا، لأنه اختلف في الجن هل يدخلون الجنة أم يكونون ترابا، سنأتي لذلك. أهل الجنة يضحكون. ما الذي يضحكهم؟ يضحكون من مسألتين. المسألة الأولى عندما يطلعوا على أهل النار المتكبرين في الدنيا الذين كانوا يضحكون منهم في الدنيا، كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. طيب اليوم عندما يدخل المؤمنون الجنة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ضحك. طيب هذا الضحك يحصل معه مخاطبة، كلام. نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا بلى. بعد هذا الكلام يجي الاستغاثة، أهل النار يستغيثوا بأهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، صبوا علينا شوية مويه، طفوا النار عنه، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ارموا علينا تمرة، ارموا علينا أي شيء مما رزقكم الله. فإيش الجواب؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، حرم ماء الجنة وطعام الجنة وكل شيء في الجنة محرم على الكافرين. أصحاب الأعراف من هم؟ أصحاب الأعراف ليسوا في النار وليسوا في الجنة في بداية الأمر، وعلى الأعراف رجال. هؤلاء الجنة قد دخلوا الجنة، وأهل النار دخلوا النار، وبينهما رجال، وهؤلاء رجال ليست معهم امرأة، قيل كلهم رجال. طيب هؤلاء الرجال الذين على الأعراف لماذا لا تكون معهم مرأة؟ قالوا لأن المرأة ليس عندها وسط، المرأة إما مستقيمة وإلى الجنة وإما منحرفة وإلى النار، الوسط ما في. أما هؤلاء فقيل هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وقيل هم الذين عملوا عملا أوجب النار وعملا أوجب الجنة. عملا أوجب النار كعقوق الوالدين، وعملا أوجب الجنة كالشهادة في سبيل الله. فالشهادة أوجبت الجنة، والعقوق أوجب النار، فيحبس عن الجنة بسبب عقوقه، ويحبس عن النار بسبب الشهادة، فيبقون محبوسين حتى يدخل الجنة وأهل النار النار. ثم بعد ذلك الصحيح أنهم يدخلون الجنة، لقول الله عز وجل لم يدخلوها وهم يطمعون، والكريم إذا طمع وفى. ولما قال الله يطمعون معناه في أمل أن يدخلوا الجنة، لأن الله قال وهم يطمعون، والكريم يعطي من غير طمع فيه، فكيف إذا حصل الطمع فيه؟ هنالك أشخاص اختلف العلماء فيهم هل يدخلون الجنة أم لا. الجن المسلمون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. جن ناصيبين الذين سمعوا القرآن وآمنوا به،
هل يدخلون الجنة أم لا يدخل الجنة؟ الإمام القرطبي رحمه الله قال أن هؤلاء الجن لا يدخلون الجنة، وإنما يوم القيامة يكون شأنهم شأن كل الأنعام الموجودة والأشياء، كونوا ترابا ويكونوا ترابا، وأن الجنة فقط للناس، وذاك الحور العين لهم. والقول الثاني هو قول الجمهور أنهم يدخلون الجنة وتعكس الآية، هم الآن يروننا في الدنيا ونحن لا نراهم، في الجنة نكون نحن نراهم وهم لا يروننا ويدخلون الجنة. والدليل على دخولهم الجنة قول الله عز وجل عن الحور العين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فذكر الجان مع الحور العين دليل على حصول دخول للجنة منهم، وهم يشاركوننا في الدنيا طعامنا وشرابنا وبيوتنا، فكذلك من آمن منهم دخل الجنة، لكن سنراه ولا يرانا، وهذا من باب كمال عدل الله عز وجل. هنالك أيضا أصحاب الفترة الذين بين الرسل، بين كل رسول فترة، هؤلاء ما جاءهم من بشير ولا نذير، فهل يدخلون النار؟ لا. هل يدخلون الجنة؟ لا، اختلف فيهم. قال الطائفة لا يدخلون النار لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الطائفة أيضا لا يدخلون الجنة لأنهم لم يوحدوا الله عز وجل. وصحيح أن هؤلاء يبتحنون يوم القيامة، ومن كتب الله له الجنة نجح في الامتحان، ومن لم يكتب له لم ينجح. واختلف في نوعية الامتحان، فقيل أنهم تصور لهم نار ويقال لهم ادخلوا هذه النار، فمن دخلها كان الجنة. وقيل إنهم هم الذين يؤمرون بالسجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فمن سجد نجا ومن لم يسجد هلك. أيضا أطفال الكفار الذين ماتوا صغارا، أبوه كافر وأمه كافرة ومات صغيرا لم يبلغ، هل يدخل الجنة أو يدخل النار؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنهم هم الولدان الذين يخدمون الناس في الجنة، أنهم أبناء الكفار الذين ماتوا صغارا وليس لآبائهم دور في إسلامهم ولا في تهويدهم، فما هوده أب ولا هودته أم، مات صغيرا فلا يلحق بأبويه لأنه ولد على الفطرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ثم إنه بسبب نسبته لأبويه وإنه من كسب أبويه يكون داخل الجنة، لكن في مرتبة أدنى من مرتبة المؤمن ولد المؤمنين. نعيم الجنة، طبعا نعيم الجنة يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقد ذكر الله أنواع من هذا النعيم. قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، بعدما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، أي في الجنة. فالجنة ما فيها خير مما في الدنيا ولا مقارنة، ما عندكم ينفد، كل ما في الدنيا ينفد، وما عند الله باق لا ينفد. أيضا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وللآخرة خير لك من الأولى، إلى غير ذلك. أما طعام أهل الجنة أكلها دائم، الجنة دائم يأكلون 24 ساعة يأكلون، أكلها دائم، ومع ذلك يعني الأكل مختلف والشرب مختلف، اللقمة أو الأكلة بعد الأكلة تختلف. لو أخذت فاكهة واحدة في الجنة وأخذت منها مضغة، المضغة الثانية الطعم يختلف، وأتوا به متشابها، الشكل متشابه والطعم مختلف. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لا ما هو شكل واحد الطعم مختلف. حتى الشرب، الماء له أكثر من طعم، كل ما تشرب كل ما يتغير الطعم إلى الأحسن إلى الأحسن حتى يختم بالمسك. من شرابهم الخمر، وهذه الخمر وردت في القرآن في مواطن كثيرة، أطلق عليها المعين، كأسا من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يحصل له صداع ولا نزيف عقل، ذهاب عقل. وأيضا لباسهم الحرير، ولباسهم الديباج، ولباسهم أنواع، لكل واحد من الجنة 70 حلة يلبسها. وهؤلاء أهل الجنة لهم قصور ولهم خيام، عندهم قاصرات الطرف وحور مقصورات في الخيام، يعني مرة ينتقل للخيمة وما فيها، ومرة ينتقل للقصر وما فيه، بادية وحضر مع بعض داخل الجنة. الجنة فيها الزرع، قيل جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الجنة فيها زرع؟ قال نعم، تزرع وتحصد.
والجنة أيضا فيها أعظم شيء فيها النظر إلى وجه الله، ونختم به، وهذا هو الزيادة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى لهم الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله بعد ما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وتغلق النار توصد على أهلها، وتبقى أبواب الجنة مفتحة، فتحت لهم الأبواب، ملائكة يدخلون عليهم من كل باب. بعد هذا يسلم الله عز وجل عليهم ويبعث لهم الدعوة. الدعوة تأتي للإنسان في حالته التي هو عليها، واقف عند باب يكلمه الباب، يشرب يكلمه الكاس الذي عنده، يأكل يكلمه الشيء الذي يأكله، إن الله يدعوك لزيارته. فيجتمع أهل الجنة لزيارة الله عز وجل، وتقدم لهم الركائب التي تركب، منهم من يأتي على إبل، ومنهم من يأتي على خيل، ومنهم من يأتي على دواب أخرى كالرفرف. الرفرف هذا خاص بالجنة، رفرف يعني يجلس عليه ويطير بك، وهي يعني ركبها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، قال أوتيت بالرفرف فجلست عليه فعلى بي. هذا من دواب الجنة التي لا توجد في الدنيا. إذا ركبوا وصلا الذي يعد لهم يجدوا هناك المقاعد، مقاعد الصدق. المقعد رقم 1 مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أولو العزم من الرسل، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون بعد ذلك. فمن استطاع يحصل على مقعد من مقاعد الصدق وصل إلى شيء عظيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. وهناك ناس في الخلف ليست لهم مقاعد، إنما هم جلوس على كثبان رمل الجنة. فإذا جلسوا خاطبهم الله، قال لهم عبادي سلوني أعطيكم. أول شيء سلم عليهم، السلام عليكم، فيسمعون السلام من الله، فتطرب آذانهم لسماع كلام الله مباشرة. فإذا سمعوا كلام الله فرحوا فرح عجيب، ثم يقول الله لهم عبادي سلوني أعطيكم. يقولوا إيش نسألك؟ إيش عاد باقي؟ أدخلتنا الجنة وغفرت لنا وأعطيتنا الأرض، إيش نسألك؟ فيقول الله لهم سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء تحتاج لهم الأمة حتى في الجنة، فيقولون يا أهل الذكر ماذا نسأل ربنا؟ فيتكلم آدم عليه السلام يقول سألوا ربكم أن يحل عليكم الرضا، رضاه الأكبر الذي لا سخط بعده، فإنه إن سخط عليكم أخرجكم منها كما أخرج أبويكم من قبل. وهذا الحديث فيه دلالة على أن أهل الجنة كلهم من بني آدم، لقوله كما أخرج أبويكم من قبل، وأبويهم آدم وحواء، وعندئذ يكون الجن لا يدخلون في أبويكم من قبل. فيقولون ربنا نسألك الرضا، أن ترضى عنا فلا تسخط. فيقول قد أحللت عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا، سلوني أعطيكم. إيش عاد باقي؟ خلاص الذكر. فيقول يا أهل الذكر يا علماء يا أنبياء يا رسل ماذا نقول؟ ماذا نسأل؟ فيتكلم موسى عليه السلام يقول سألوا ربكم حاجة سألتوه إياها في الدنيا فقال لا، سألوه أن تنظروا إليه. فيقولون ربنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم، فيكشف جل جلاله الحجاب عن وجهه. أهل الجنة إلى وجه الله جل جلاله كما ينظر أهل الدنيا إلى القمر ليلة تمامه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويتكلم الله جل جلاله بعد كشف الحجاب مع كل واحد من أهل الجنة، يخاطبه كأنه لا يخاطب غيره، ويتكلم معه كأنه لا يكلم غيره، ويذكره ببعض أعماله في الدنيا. قل يا عبدي فلان تذكر أنك سويت الذنب الفلاني وسويت الذنب الفلاني؟ قال عبدي أولم تغفر لي وتدخلني الجنة؟ قال لو لم أغفر لك ما أدخلتك جنتي، لكن أذكرك بذلك لتعرف نعمتي عليك. وما بكم من نعمة فمن الله. فيزداد فرحهم ويكون نور الله عز وجل على وجوههم نور الجمال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما ينظر إليه أحد إلا أكرم. تبقى وجوههم ناظرة من أثر النظر إلى وجه الله. ثم بعد ذلك يخرجون إلى بيوتهم، فيقول يناديهم ناد يا أهل الجنة إن الله قد ضرب لكم سوقا في الجنة ألا فادخلوا. يفتح سوق الجنة. تتوقعوا الجنة سوق وش اللي فيه؟ ماذا تتوقعون في سوق الجنة؟ ايش رأيكم؟ وش اللي فيه؟ ما حد يجيب؟ سوق في الجنة ايش يباع؟ يلتقون فيها للجنة. طيب ايش البضاعة اللي فيه؟
يذبح فيه الموت؟ سوق من أجل ذبح الموت يا رجل. نعم. إيش؟ حور العين مو في الأسواق، حور مقصورات في الخيام. هذا السوق هو سوق من الصور خلقها الله بيده، فيدخل أهل الجنة الرجال إلى هذا السوق والنساء لذلك السوق، فإذا دخلوه وجدوا صور معروضة، صور أشخاص، فالصورة التي تعجبك تتصور بها. ولذلك أهل الجنة في كل أسبوع كل يوم جمعة يغيرون أشكالهم. أنت كما تغير ثوبك في الدنيا في الجنة تتغير شكلك كله إلى الأحسن، كل أسبوع كل يوم مزيد تغيير كامل لأهل الجنة. فإذا جيت الواحد من الجنة ورجعت له بعد أسبوع ما تعرفه، تغير. ولذلك أزواجهم إذا عرفوهم فيرجع بعد يوم المزيد ويجد أن الزوجة قد تغيرت، الحورية صارت أجمل، والزوجة الأخرى دخلت سوق النساء وأخذت منه عليه، فيان فلان أنت فلانة والله لقد أصبحت أحسن، قد زادك الله جمالا، كذلك أنت زادك الله جمالا. وهذا قول الله ولدينا مزيد، ولا يزال المزيد في كل يوم جمعة. ولذلك أصبح يوم الجمعة عند أهل الجنة يطلق عليه يوم المزيد، هو يوم النظر إلى وجه الله، ويوم الزيادة في الجمال والزيادة في الدلال والزيادة في الخير. اللهم إنا نسألك المزيد من كل خير. اللهم اجعل وجوهنا ناظرة إلى وجهك الكريم ناظرة. وقبل أن نتجاوز هذه النقطة أبين وجوه أهل الجنة وأحوالها. لكل مؤمن أهل الجنة 4 أحوال في وجهه. الحال الأول بياض، أول ما يخرج من قبره يبيض وجهه. الحال الثاني إسفار بعد البياض عندما يقرأ كتابه، إذن مسفرة ضاحكة مستبشرة، هذان قبل دخول الجنة. فإذا دخل الجنة وتنعم أصبح وجهه ناعما، وجوه يومئذ ناعمة، فإذا نظر إلى وجه الله أصبح وجهه ناظرا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم إنا نسألك الرضا بقضائك والفوز عند لقائك. اللهم زحزحنا ووالدينا عن النار وادخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أسمعنا كرامتك. الله الذين ينظرون إليك في الجنة، اللهم اجعلنا من الذين يسمعون سلامك وكلامك، واجعلنا من الذين ينظرون إليك في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وأنسنا وجننا. اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين وتب علينا أجمعين، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اجعل قلوبنا مطمئنة، اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك وآبة بذكرك وتغشاها رحمتك. اللهم وانزل سكينتك على قلوبنا وانزل رحمتك على مجالسنا وحفنا بملائكتك واذكرنا في الملأ الأعلى عندك وحرم النار علينا وحرمنا عليها. واللهم أبعد النار عنا وأبعدنا عنها. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أحق من ذكر، أحق من عبد، أنصر من ابتغي، أرأف من ملك، أجود من سئل، أوسع من أعطى. هو الملك لا شريك له والفرد لا ند له. كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ،
حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى والخلق خلقه والعبيد عبيده وهو الله الرؤوف الرحيم. وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا هو الرحمن فاسأل به خبيرا. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد معاشر إن لله سبحانه وتعالى جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، ولا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا. أما جنة الآخرة فقد وصفها الله جل جلاله في القرآن أوصافا عديدة وبينها. وأما جنة الدنيا فقد ذكرها الله جل جلاله كذلك في القرآن. وبين الجنة جنة أخرى وهي الثالثة بين الجنتين وهي برزخ بين الدنيا والآخرة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. جنة الدنيا هي ما يجده المؤمن في قلبه عند ذكر ربه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلب التي يجدها المؤمن عند ذكر ربه هي من الجنة التي يعيشها المؤمن في هذه الدنيا. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جنتي في أيها المؤمنون أيها الموحدون. من أين نبدأ؟ أنبدأ من جنة الدنيا والحديث عنها أم أنه شيء معلوم ملموس ملاحظ؟ أو نبدأ من جنة البرزخ بين جنة الدنيا وجنة الآخرة روح وريحان وجنة نعيم قبر روضة من رياض الجنة؟ أو نبدأ بالجنة التي أعدت للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنه طريق بدايته طمأنينة في القلب ونهايته نظر إلى وجه الرب إذ الناظرة إلى ناظرة. والذي نفسي بيده ما نظرت تلك الوجوه إلا بعدما اطمأنت قلوبها في هذه الدنيا بذكر الله. فاذكروا الله العظيم يذكركم. قولوا لا إله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وحق بها وأهلها. لا إله إلا الله مفتاح جنة الدنيا فلا يطمئن القلب إلا بها. لا إله إلا الله مفتاح جنة البرزخ فلا نور ولا ضياء ولا سلامة إلا لمن قالها. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا إله إلا الله هي مفتاح الجنة يوم القيامة، لأن الجنة حرمها الله على من أشرك به. وأما من وحد الله وقال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه وإن زنى وإن سرق كما قال النبي عليه وسلم. الجنة عادة أهل العلم والبحث إذا أرادوا أن يتحدثوا عن شيء عرفوه. فما هي الجنة؟ الجنة تطلق لغة على البستان الذي ملئ بالنبات وكسى نباته أرضه وغطت فروع شجره الشمس، فهذا يسمى جنة. قد التقت أغصانها من أعلى والتقى نباتها من أسفل فلا يرى صاحبها شمسا لشدة أغصانها المتداخلة ولا يرى أرضا
لأن الأرض قد كسيت بالنبات والخضرة. هذه جنة الدنيا التي يراها أهل الدنيا، قد ذكرها الله عز وجل في القرآن في مواطن. فمن صاحب الجنتين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ذكرها الله عز وجل في قصة أصحاب إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هذه جنان الدنيا المنصرمة، جنان الدنيا المنتهية، جنان الدنيا الآئلة إلى الخراب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مهما اخضرت ستصفر ومهما كثرت أشجارها ستصبح صعيدا زلقا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أما جنة الآخرة فهي جنة زرعها الله جل جلاله بيده وجعلها عباده يزرعونها بألسنتهم ذكرا لله وبأيديهم جهادا في سبيل الله وإنفاقا في سبيل الله وبأعينهم دموعا من خشية الله ونظرا وتفكرا واعتبارا في خلق الله وبآذانهم استماعا لذكر الله وتدبرا لآيات الله وبأرجلهم سعيا إلى بيوت الله وسعيا أيضا في أرض الله من ابتغاء مرضات الله وكذلك بما تعمله بطونهم من أكل الحلال وترك الحرام وكذلك بإحصانهم فروجهم عن الحرام والذين هم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، والآية الأخرى عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض. أيضا طولها، هذا ذكر عرضها ولم يذكر طولها، بل ذكر الله جل جلاله درجات. قال يرفع الله الذين آمنوا منكم أوتوا العلم درجات، فبين أن أساس التفاضل بين أهل الجنة وأن أهل العلم وأول الأنبياء الرسل وأول الرسل وأول أولو العزم محمد عليه وسلم، فهو جنة درجة، في الجنة أعلى من محمد صلى الله عليه وسلم درجة. فهذا النبي قبل دخول الجنة لا تدخل إلا بعد إذنه وأمره صلى الله عليه وسلم، فلا أعلى مرتبة منه. ولذلك لما أراد أن يبين علو درجة أهل الأخلاق قال عليه الصلاة والسلام في شأن علو درجاتهم، قال وأقربكم مني مجالس يوم القيامة حاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون يؤلفون. وقال في حديث آخر وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه. الجنة وردت في القرآن في مواطن كثيرة وبصيغ، وردت جنة ووردت الجنة ووردت جنة بالإضافة، جنة عدن، جنة الخلد إلى غيره، فنذكر ذلك بشيء من الاختصار. ذكر الجنة في القرآن، قال تعالى لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، أصحاب الجنة هم الفائزون، فالجنة هنا مضاف إليها ما قبلها وهم أصحابها. وقد تأتي الجنة مضافة لما فيها، جنة الخلد، جنة المأوى لما فيها، فقد يضاف إليها وقد تضاف هي. ثم قد تأتي مفردة مضافة، وقد تأتي جمعا من غير إضافة، وقد تأتي جمعا بالإضافة. فذكرها جمعا من غير إضافة جنات تجري من تحتها الأنهار، وقد تكررت في القرآن جنات ونهر. أما جمعها بالإضافة ففي قوله تعالى جنات النعيم، وفي قوله تعالى جنات عدن يدخلونها، وأيضا في مواطن أخرى كثيرة. ومن أسماء الجنة بعد الجنة الدار، وهذا ذكرت في القرآن كثيرة، وذكرت الدار
مفردة وذكرت الدار مضافة. أما ذكرها مفردة في قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي قوله تعالى وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة، فهنا الدار مضافة إلى الآخرة لكنها معرفة بالألف واللام. وذكرت الدار مضافة من غير قوله تعالى في قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم، دار السلام. وأضيفت الدار للسلام لأربعة أسباب. السبب الأول أن السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، فنسبت الدار له، دار السلام أي دار الله. وقيل إنها دار السلام أنها الدار التي يسلم فيها الله عباده، سلام قولا من رب رحيم. وقيل دار السلام لأن الملائكة تسلم على من فيها، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبتم. وقيل دار السلام لأنها سلمت من الآفات وسلمت من المكاره التي لم تسلم منها الدنيا، فالحر لا يوجد فيها، لا يرون فيها شمسا، والبرد لا يوجد فيها، ولا زمهريرا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها السلامة من كل سوء، ليس فيها شيب وليس فيها عيب، ليس فيها نقص. أصحابها شباب لا يهرمون، ليس في الجنة شائب. وأصحابها أيضا لا ينامون، ليس في الجنة نوم ولا نعاس. وأصحابها لا يتمخطون ولا يبولون ولا يتغوطون، الجنة ليست فيها حمامات. واحد من الإخوة سمع هذه العبارة الجنة ليست فيها حمامات قال خلاص ما دبيها. كيف؟ لا يعلم أن أصحابها لا يتغوطون ولا يتمخطون، وإنما يأكلون ويشربون ثم يخرج ذلك عرقا يخرج منهم أطيب من ريح المسك، فهي دار السلام من كل هذه الأكدار التي في الدنيا. ليس فيها مني ولا مذي ولا ودي ولا بول ولا غائط ولا مخاط ولا نخاع ولا شيء من السوائل التي في عند هؤلاء البشر. أيضا ليس فيها حيض ولا نفاس ولا ولادة ولا شيء من الأشياء التي تعانيها النساء، فهي دار السلام، السلام من كل ذلك كله. أيضا منها دار المتقين، كما قال تعالى ولنعم دار المتقين، فكما نسبها الله لنفسه وهو السلام كذلك نسبها لعباده المتقين فقال دار المتقين. وهذا كنسبة الصراط، قال تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وقال صراط الذين أنعمت عليهم، فالصراط ينسب لله وينسب لعباده. والجنة نسبت إلى الله وهو السلام، ونسبت أيضا لعباده دار المتقين. وأيضا دار المقامة، لهم دار المقامة، قال الذي أحلنا دار المقامة من فضله. فهذه الدار دار المقامة لأنها لا ارتحال عنها، بخلاف الدنيا فإنها دار ارتحال، يدخلها المرء ويخرج منها كما دخل، يدخلها قابض اليدين ويخرج منها باسط اليدين، يدخلها باكيا وإن أسلم وحسن إسلامه خرج منها ضاحكا، وإن لم يسلم ويحسن إسلامه ربما خرج منها باكيا كما دخل. أيضا من أسمائها دار الآخرة والدار الآخرة، وذلك لأن الدنيا هي الدار الأولى وتلك الآخرة هي الدار الآخرة بالنسبة للدنيا. ولذلك قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وقال والآخرة خير وأبقى. أما الدنيا فخيريتها محدودة وبقاؤها محدود، لا كما قال سبحانه وتعالى قتم في الأرض عدل لبثنا يوما أو بعض للعادين، متعتها محدودة، الرجل مع زوجته ساعة أو نصف ساعة، بينما في الجنة قبلة واحدة من رجل لزوجته ربما مكثت 80 عاما، وما بعد ذلك الله أعلم به. أيضا قد تأتي
من أسماء الجنة الحسنى، من أسمائها الحسنى، أسمائها الجنة 1، 2 الدار، 3 الحسنى، من أسمائها كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى، فالحسنى هي الجنة. والله عز وجل قال أطلق عليها الحسنى، والحسنى صيغة مبالغة في الإحسان، ولذلك أطلق الله هذا الاسم على أسمائه فقال ولله الأسماء الحسنى، فأسماؤه جل جلاله حسنى، والجنة كلها حسنى كأسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل جلاله هو الذي أعدها لعباده، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو جاء كل منتقد العالم ونظروا في الجنة لما وجدوا فيها أي انتقاد، بينما الدنيا لا يوجد فيها كمال مطلق لا انتقاد أو لا نقص فيه، فكل كامل فيها معرض للنقص، وكل شهوة فيها معرضة لما ينغصها، إلا الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. أيضا من أسمائها طوبى، وطوبى تطلق على الجنة كلها، وتطلق على شجرة واحدة في الجنة. هذه شجرة أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، قال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ولم يقطعها، شجرة واحدة ظلها 100 سنة. وأيضا تطلق طوبى على الجنة كلها لقول الله عز وجل طوبى لهم وحسن مآب، أي الجنة لهم وحسن مآب. أيضا من أسمائها الواردة في القرآن المقام، وهذا المقام ورد مضافا، إن المتقين في مقام أمين. أيضا من أسمائها وصفاتها المقعد، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أين هي الجنة؟ الجنة فوق السماوات وتحت العرش، بدايتها من سدرة المنتهى ونهايتها عرش الله جل جلاله. قال الله جل جلاله عن سدرة المنتهى، قال سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. أما أعلى الجنة فسقفه عرش الرحمن جل جلاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وإن أهل الفردوس ليستنيرون بنور العرش. وفي قوله أعلى الجنة ووسط الجنة دلالة على أن الجنة على شكل مقبب، على شكل قبة، فالأعلى هو الوسط، لا يكون في شيء إلا القبة، يكون وسط وأعلى، فالفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة، ولذلك أعلى الجنة كالقبة العظيمة، كما أن هذا الكون كله مقبب، فالسماء قبة فوق الأرض، والسماء الثانية قبة فوق السماء الأولى، والثالثة قبة فوق الثانية، والرابعة قبة فوق الثالثة، والسادسة قبة فوق ذلك، والسدرة قبة فوق ذلك، والجنة مقببة وأعلاها ووسطها الفردوس، فهو أعلاها من حيث العلو وهو وسطها أيضا في نفس الوقت. الفردوس ما أعلاه، الفردوس ليس جنة واحدة، الفردوس جنان، والدليل على أنه ليس جنة واحدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة رضي الله عنها صاحبة فلذة كبدها عمارة الولد حارثة ولدها الوحيد، فبعثته مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وهذا الولد قبل قيام المعركة شعر بالعطش، فذهب في جنح الظلام إلى الماء يريد أن يشرب، وكان على الماء حرس من المسلمين، فرمى أحد الحرس هؤلاء حارثة وهو لا يعلمه بسهم فقتله قبل قيام المعركة. بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قامت المعركة بعد ذلك، وعاد الناس منتصرون إلى المدينة، فجاءت أم حارثة تبحث عن ابنها، نظرت في وجوه الرجال، نظرت فلم تجد ابنها، فسألت أين ابني؟ فقال لها أحدهم قتل،
قالت بخ بخ له الجنة، فقال لا أدري، لقد قتل قبل المعركة وقتله رجل من المسلمين. قالت دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هو ذاك، فأتت إليه قالت يا رسول الله أخبرني الساعة عن ابني حارثة، أفي الجنة هو أم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة أهبلت أجننت أو جنة واحدة؟ بل جنان، وإن ولدك أصاب الفردوس الأعلى منها. فقوله صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى دل على أن الفردوس درجات، وأن الأعلى منه مكان الشهداء، وقد وصله حارثة أي هو شهيد في أعلى الجنة مع أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وهم الرفيق الأعلى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فكان يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. الفردوس أعلاه يسمى الغرف، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أهل الفردوس ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون النجم الغابر في أفق السماء. النجم الغابر في أفق السماء ينظر إليه أهل الفردوس، هذا صاحب الغرفة، ولذلك أصحاب الغرف أعلى من أصحاب الفردوس، وأعلى من أصحاب الغرف أصحاب المقامات، والمقامات أعلى من الغرف. وأعظم تلك المقامات مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود، وفيه قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأيضا هنالك مقام أيضا عن يمين المحمود وآخر عن يساره، وهذا المقام يسمى الوسيلة والآخر يسمى الفضيلة، وهما درجتان من أعلى درجات الجنة، ليس فوقهما إلا المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله هذين لامرأتين من المسلمين قبل الإسلام، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الوسيلة فمقام لآسية بنت مزاحم التي دعت ربها قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فبنى الله لها الوسيلة درجة في الجنة بنيت لآسية، وذلك لأن آسية عملت وسيلة، هذه الوسيلة نالت بها هذا المقام، فسمي المقام على الفعل مقام الوسيلة. ماذا فعلت آسية؟ قالت كلمة لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فكانت حاجزا عن قتل موسى في صغره، وربت موسى حتى كبر، ثم آمنت به، ثم قتلت شهيدة في سبيل الله لأنها آمنت بموسى وصدقته. فكانت هذه المرأة التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، كانت في الدنيا زوجة لفرعون أو امرأة لفرعون ولا يطلق عليها زوجة، أما في الآخرة فهي زوجة لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الوسيلة له، والوسيلة جنتها. آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة وما فيها، إذن الوسيلة وفيها آسية، والفضيلة وما فيها. ويا ترى من هي الفضيلة ولمن الفضيلة؟ أما الفضيلة فهو المقام الثالث بعد المقام المحمود وبعد الوسيلة، وهو لامرأة أخرى اسمها مريم ابنة عمران. ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ لقد قدمت فضيلة بين الفضائل التي أحصنت فرجها. هنا الأخلاق وهنا العمل، الجهاد وسيلة، وهذه الأخلاق فضيلة، والفضائل والوسائل هما سر الوصول إلى أعلى درجات الجنة. ولا يتفاوت الناس إلا في فضائلهم ووسائلهم، وابتغوا إليه الوسيلة أعمال صالحة، وابتغوا أيضا الفضيلة أخلاق حسنة، وبالوسائل والفضائل يعلو الناس يوم القيامة. ولهذا كانت الفضيلة لمريم، ومريم لم تتزوج في الدنيا وستتزوج في الآخرة. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فماذا قالت الملائكة؟
ماذا قالت لها الملائكة قبل حملها؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فإذا كانت مصطفاة على نساء العالمين فيجب أن تكون زوجة لرجل مصطفى على رجال العالمين. وهل المصطفاة إلا للمصطفى صلى الله على المصطفى وآله. ما بعد تلك المقامات تأتي الغرف، وأعلى تلك الغرف غرف الرسل ومقاماتهم. إبراهيم عليه السلام هو الدرجة الثانية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام هو الدرجة الثالثة بعد محمد، يعني بعد إبراهيم. عيسى عليه السلام ونوح في درجة واحدة. ثم بعد ذلك الرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا البعض الذي رفع فوق الرسل درجات، أو كما قال. هذا أعلى الجنة، هذا كله يطلق عليه فردوس. فإذا نزلت بعد ذلك تأتيك الغرف، ومن أعظمها وأشهرها وأنورها مقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا المقام ذكر في القرآن في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا أبو بكر رضي الله عنه، وهو أول من ينادى باسمه بعد محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. أول من ينادى باسمه. يقول النبي صلى الله يقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أو ينادى باسم الرجل من سائر أبواب الجنة؟ قال نعم وأنت منهم. وهنالك أيضا مقامات الصحابة الكرام، وهي في أعلى درجات الجنة، لأن الصحابة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهم أصحابه في الآخرة، ولذلك ذكرهم الله بصيغة المعية، فقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه هم معه في الدنيا وهم معه في الآخرة. وقسمهم القرآن إلى قسمين: القسم الأول المهاجرون، والقسم الثاني الأنصار، وتاب عليهم جميعا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بإحسان، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الجنة هل دخلها أحد؟ نعم، دخلها آدم وحواء وخرجوا منها. والجنة التي كان فيها آدم وحواء هي الجنة التي وعد المتقون. وما يقوله بعض الكتاب أنها جنة في اليمن، وأنها جنة عدن بمعنى عدن في اليمن، أو أنها جنة خلقت بين السماء والأرض، فهذا كذب. هي الجنة التي وعد المتقون، وهي الجنة التي فوق السماء. والدليل على ذلك قوله تعالى اهبطوا منها جميعا، والهبوط سقوط من أعلى. وقول الله عز وجل إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه صفات الجنة. وأيضا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، والشمس الشمس هي الشمس التي في الدنيا، والزمهرير هو القمر. والشمس والقمر بحسبان خاصان بالدنيا، فإذا قامت الساعة جمع الشمس والقمر، والجنة لا شمس ولا قمر. أيضا من الذين دخلوا الجنة صاحب ياسين، صاحب قصة ياسين، رجل اسمه حبيب النجار، أول من آمن بهؤلاء الرسل الثلاث رسل أنطاكية. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. أعلن إيمانه بعدما كان يكتمه فقتلوه، فلما قتلوه قال الله قيل ادخل الجنة، قال الله له ادخل الجنة، ودخل الجنة وهو الآن في الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أيضا من الذين يدخلون الجنة الشهداء، الشهداء يدخلون الجنة كما قال تعالى في شأن الشهداء
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء وين؟ عند ربهم يرزقون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسبح وتسرح بهم في الجنة، أو كما قال. هل في الدنيا شيء مما في الجنة؟ نعم، عندنا الآن في الدنيا شيء أصله من الجنة. أولا الحجر الأسود في الكعبة، هذا من الجنة، نزل مع آدم عليه السلام وكان أبيض يشع نورا فاسود من سيئات وذنوب الناس فأصبح يطلق عليه الحجر الأسود وهو من الجنة. أيضا من الأشياء التي هي من الجنة نهر النيل ونهر الفرات، نهران قيل إنهما من الجنة في الأثر وفيهما بركة. وأيضا من الأشياء التي نزلت من الجنة الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه الصلاة والسلام وفديناه بذبح عظيم، قيل نزل ذلك الكبش من الجنة. الطريق إلى الجنة. الجنة طريقها الدعوة. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ولذلك أسرع طريق للجنة الدعوة إلى الله. ومن أراد أن يكون من أهل الجنة فليكن داعيا إلى الله عز وجل، لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الجنة طريقها واحد، طريقها واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الطريق بدايته كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونهايته كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإيمان 70 شعبة، أوله لا إله إلا الله، وآخره لا إله إلا الله، أعلاه كلمة لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. الأعمال الموجبة للجنة. هنالك أعمال كثيرة موجبة للجنة، منها أولا الإيمان، إن الذين آمنوا رقم 1 وعملوا الصالحات رقم 2 كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلى غير ذلك. 2 الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأجرهم الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أيضا الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي؟ تؤمنون بالله ورسله وتجاهدون في سبيل الله. نعم، الإيمان والجهاد. وأيضا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ماذا يفعلون؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نعم. أيضا التوبة من الأعمال الموصلة للجنة، التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الصلاة والزكاة والأعمال الصالحة جميعا من أسباب دخول الجنة. تزكية النفس بالأعمال الصالحة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك جزاء من تزكى، من زكى نفسه بالأعمال الصالحة. التواضع كما قال تعالى: تلك الجنة تلك الدار الآخرة
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. التوكل على الله إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. أيضا أهل الجنة خصهم الله سبحانه وتعالى بميزة، وهي نزع الغل من صدورهم، فقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي كل شيء في القلب كان في الدنيا غل، حسد، مشاكل، بغضاء، هذا كله ينزع عند باب الجنة، فيدخل الرجل وخصمه في الدنيا وإذا بهم وليس بينهم شيء. فمن طلق زوجته وخاصمها ودخل معها محاكم وهي مسلمة وهو مسلم، فهي تدخل الجنة وهو يدخل الجنة، لكن هل سيكون زوج لها أم لا؟ قيل: إذا كان الرجل مات عن زوجته ولم يطلقها فهي زوجته إذا لم تتزوج بعده، فإذا تزوجت بعده وتزوجت بعد ذلك خيرت بين أزواجها فتختار أحسنهم خلقا. أما إذا طلقها في الدنيا ومات عنها وماتت فإنها يوم القيامة تخير أيضا بين الرجال، ويكون حكمها حكم من دخلت الدنيا ولم تتزوج وهي مسلمة. فأيما امرأة دخلت الدنيا ولم تتزوج ثم ماتت فإنها يوم القيامة تخير بين رجال درجتها. طيب، ومن دخل الدنيا ولم يتزوج خير أيضا بين النساء التي لم يتزوجن أو التي طلقن من نساء الدنيا، وله من الحور العين أيضا ما له. الجنة لا مثيل لها ولا وصف لها، ولهذا قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والجنة إذا ما وصف لنا في القرآن منها هو أدنى ما فيها. الفرش ما الذي وصف منها؟ بطائنها الأسفل. لو أتيت إلى أكبر قصر في الدنيا وقلبت الكنبة ونظرت إلى أسفل، إيش تجد؟ خرقة بيضاء أو سوداء ليس فيها من الجمال شيء. هذا الذي وصف من الجنة. بطائنها يعني أسفل الفرش من استبرق. طيب، ظاهرها لا يعلم، بطائنها من استبرق. أيضا لم يوصف فيها إلا أدنى ما فيها، ولهذا استدل العلماء على أن نساء الدنيا أفضل من الحور العين، لأن الحور العين وصفنا في الجنة ونساء الدنيا لم يوصفنا. فالفرق بين امرأة الدنيا وامرأة الجنة كالفرق بين بطائن السرر وعواليها. بطائنها هو أسوأ ما فيها، وظاهرها أحسن ما فيها. ظاهرها لا يوصف وباطنها وصف، فما وصف من الجنة هو أدنى ما فيها. فإذا قال الله: حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، إذن أنت أختي المسلمة في الجنة لا مثيل لك، لا لؤلؤ مكنون ولا غيره، أنت أشمل من هذا. والولدان المخلدون وصفوا في الجنة، يطوف عليهم ولدان مخلدون، وهم الذين هم الذين خلقوا في الجنة ولم يدخلوا الدنيا البتة، حتى يبقى ولدان دخلوا الدنيا وهم الفرط الذين ماتوا صغارا، هؤلاء لا وصف لهم، وسيبقون ولدانا أيضا في الجنة، لكن هؤلاء لم يوصفوا. وهو الذي يموت صغيرا، الذي يسقط بعد نفخ الروح فيه